بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. متابعين الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقاكم هذا المقطع في صحة جيدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على المتابعة. لا تنسوني من صالح دعائكم، وأيضا من فضلكم اضغطوا على اللايك، لأنه يساعد على دعم القناة وأيضا دعم المقاطع، وجزاكم الله خيرا. فنحن في هذه الأيام في أيام مباركة سيغفر الله فيها لعباده سبحانه وتعالى في النصف من شعبان. وفي هذه الأيام نحب أن نتقرب إلى الله عز وجل بشتى العبادات، والعبادة التي هي فضلها الله على كثير من العبادات هي قيام الليل. فهناك أحاديث عديدة عن قيام الليل وعن أفضاله عند الله عز وجل، وأيضا في كتابه الكريم سبحانه وتعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله عز وجل في هذه الآية رغب الله تعالى المؤمنين على قيام الليل وجعله فضلا كبير سبحانه وتعالى. وفي أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن قيام الليل من التقرب من الأعمال التي تقربنا إلى الله أكثر. فالسجود لله عز وجل هو أعظم عبادة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عن هذا العمل، العمل الذي من أفضل الأشياء التي تقربنا إلى الله، من أفضل العبادات التي تقربنا إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فهذا يبرهن أن قيام الليل من أعظم الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يعملها من العبادات، وفضائلها كثيرة. وفي هذه الأيام المباركة التي هي استعدادا لرمضان، لكي يكون الإنسان متعودا على رمضان، فيجب عليه أن يبدأ بقيام الليل، وخصوصا في هذه الأيام الوسطى لشهر شعبان، المنتصف منه سينزل الله نزولا يليق بجلاله، ويغفر لكل عباده إلا 2 كما ذكرنا في المقطع الماضي. ولذلك يجب على الإنسان أن يعود نفسه، فقيام الليل لا يستطيع أن يصليه أي واحد، فهذا من فضل الله فقط. وكتجربة لي لمن يريد أن يبدأ بقيام الليل، فيجب عليه عند النوم أن يستغفر الله كثيرا ويدعو بأدعية ويقرأ آية الكرسي، وأيضا يستعين بالله عز وجل. هذا ضروري لبداية قيام الليل، لأن هذا فقط من فضله سبحانه وتعالى على عباده. فقيام الليل لا يستطيع عليه أي أحد أن يقيم الليل. وأيضا قيام الليل أفضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الليل. وآخر الليل كما تعلمون الكثير لا يعلم متى هو آخر الليل. فأنا رأيت في مقاطع كثيرة الناس تسأل ما هو آخر الليل. فآخر الليل هو أن نبدأ الحساب بعد العشاء إلى الفجر، نجمع ذلك الساعات ونقسمهن إلى 3. فالساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير. والإنسان يستطيع أن يصلي ساعة قبل الفجر، ساعة ونصف، 2 ساعة كما استطاع.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. ومعنى المقنطرين أي أعطي قنطارا من الأجر. فسبحان الله، يعني الكثير عندما يسمع 100 آية تأتي عليه صعبة، ولكن يعني سهلة جدا. فالإنسان يستطيع في ركعة واحدة أن يتمم 100 آية. كيف ذلك؟ فلنقرأ سورة الواقعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية كي نزيد عن 100 آية نقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، أو آيات سورة البقرة آخرها يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أو آية الكرسي. فكل هذا يعني يتمم 100 آية. فكما تعلمون أن سورة الواقعة فيها 96 آية، وبذلك عندما نقرأ سورة الواقعة في الركعة الأولى فتبقى لنا فقط 4 آيات، وهذه الآيات نستطيع أن نقرأ أي سورة صغيرة، سورة قل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الناس، أو قل أعوذ برب الفلق، أو أي سورة نريدها يعني تكون فيها 4 آيات. وإذا زدنا فهي لا بأس في ذلك، لأن هذا الباب واسع. فمن زاد على 100 آية ليس عليه أي حرج كما قال العلماء. ولذلك يعني 100 آية سهلة جدا، فبذلك سنكون من القانتين. وأسأل الله أن يعيننا على قيام الليل ويستجيب لنا أن نكون من القانتين، من المقنطرين، من الذين يعني يغفر الله لهم في هذه الأيام المباركة، ويقول لهم الله اذهبوا فمغفور لكم يا أرحم الراحمين. والتوفيق إن شاء الله من الله وحده، لا يعني ليس لدينا حول ولا قوة، فكل شيء بيده، ونحن نستعين بالله عز وجل، وأيضا نعمل بالأسباب، فهذه هي يعني ضرورية. فالسبب الأول الذي يعني نستطيع أن نقوم به الليل هو الاستغفار، والسبب الثاني هو النوم باكرا. فمع هذه الفتنة التي هي الهواتف الذكية والإنترنت أصبحت الناس تسهر أكثر من الماضي، فالإنسان يجب أن ينام باكرا كي يستطيع أن يستيقظ يعني بنشاط وجسمه مرتاح. أيضا يعني هناك دراسة أمريكية أثبتت أن الإنسان عندما ينام من 11 إلى 2 ليلا، يعني 2 ليلا، فهذه هي الوقت التي يرتاح فيها الجسم. ولذلك معظم الناس يعني ينامون عند ذلك الوقت الذي كان يقومون فيه الصالحون والصحابة لقيام الليل. إخوة الإيمان، أخواتي في الله، والله إننا هنا يعني لا نعرف ولا ندري متى الرحيل. لذلك في الإنسان يجب أن لا يتهاون في العبادات، يجب أن يجتهد اجتهادا ما استطاع، لأن هذه يعني الدنيا أصبحت فتنة كبرى، فالوقت يمر والناس يعني ملهوفة، كل الناس تشتكي من الفتنة. ولذلك يجب علينا أن نعمل مجهودا كبيرا يعني على طاعة الله، وعلى يعني تخصيص وقت للطاعات، يعني كما نفعل يعني عندما نعمل يعني وقتا للطعام، وقتا يعني للرجال وبعض النساء للعمل، وهكذا يعني يجب أن نعمل للعبادات، فالعبادات هم أولى، فالله عز وجل حقه أولى على الدنيا، لأن ما أتينا إلى هذه الدنيا إلا لاختبار، يعني في بعض الأحيان يكون صعبا، وفي بعض الأحيان يكون سهلا، ولكن يجب علينا أن نجتازه.
فهذا الاختبار يكون جزاؤه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فلذلك عندما يضعف الإنسان على العبادة يفكر في ذلك الجزاء الذي سيناله. فهنا في هذه الدنيا الناس تعمل ليلا ونهار كي تؤمن مستقبلا يكون لسنوات قليلة، أو بعض الناس حتى تلك السنوات لا تعيشها، فتجمع مالا وتبني بيوتا ولكن لا تسكنها. فأنا سمعت عند السيد الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله يتحدث عن رجل يعرفه، كان تزوج في بيت أبيه، وقال أن عاش في بيت أبيه 20 سنة، وقال أنه عندما بنى بيتا بنى فيلا كبيرة، وبدأ يقول له أنني أتيت بهذه من فرنسا وهذه من إيطاليا وهذه، وبدأ يقول له أن عفشه كان فاخرا جدا. فقال أنه دعاني وقال لي غدا هو افتتاح بيتي فأنا أدعوك. فقال أنني رفضت لأنني لم أتقبل ذلك، الأشياء التي كان يقولها، كان ذلك فاخرا جدا، وهذا ليس من الإيمان. وقال أنني رفضت، وقال أنه حلف أنه في الغد الذي كان سيسكن ذلك البيت اتصلوا به لكي يحضر جنازته، فهو لم يسكن ذلك البيت أبدا. سبحان الله، هو عاش في بيت أبيه طول حياته، ولكن عندما بنى بيتا كان في كل حياته يوفر لكي يبني ذلك البيت، فسبحان الله لم يسكنه. وأنا سمعت سيدة تقول أن إحدى أقاربها وفر مالا طوال حياته، فعندما بنى البيت سكنه، ذهبوا إليه أقاربه وقال لهم العام المقبل سنمضي في هذا في هذا السطح، سنمضي هنا الصيف. فقالت سبحان الله في الصباح الباكر لقد توفي ولم يسكن فيه ولو أسبوع. فلذلك السكن الذي هو سيبقى لنا دائما هو دار القرار، وهذه الدنيا ما هي إلا لهو ولعب، فالدنيا فقط تغوينا. ولذلك اللهم أحسن خواتمنا وتوفنا وأنت راض عنا. فإن وصلتم إلى هنا بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا في جنات النعيم. وشكرا جزيلا على متابعتكم، جزاكم الله الجنة.